السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيديو النهاردة عن إنتاج الكوكتيل في فصل الصيف. إيه ده، هو ممكن الكوكتيل أو العصافير تنتج في فصل الصيف؟ أو زي ما حضرتك شايف كده الحمد لله دول الإنتاج اللي كان عندي الشهر ده بإذن الله من الكوكتيل وفي فصل الصيف. وبدأت إن أنا الحمد لله أحضر للعش الجديد بالنسبة للنتاية الحمد لله بفضل الله عز وجل جوه العيش، والذكر واقف بره العيش زي ما حضراتكم شايفين. واهم حاجه بعملها في فصل الصيف ان انا بضلل عليهم زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عامل من فوق كرتونه كبيره، وكبيره يعني زياده عن اللزوم كمان خارجه بره جامد. حاطط من فوقيها كده طوبه او طوبتين يعني تعتبر تقيله عشان خاطر الكرتون ما يطيرش بالليل. تمام. الظل نازل عليهم الحمد لله من جميع الجهات بحيث ان هو ما يبقاش الشمس نازله عليهم مباشره والعصفور يتعب من الحر بتاع الصيف. لان حضراتكم طبعا عارفين ان السنه دي الحر بسم الله ما شاء الله حاجه شديده جدا. فيعني اللهم انا نعوذ بك من حر ونار جهنم يا رب العالمين. فبنحاول ان احنا نحافظ على عصافيرنا في فصل الصيف. طيب هل بقى الانتاج ليه بخليهم ينتجوا في فصل الصيف؟ لان انا عندي العصافير لما بتيجي تنتج في فصل الشتاء سبحان الله البيض بيكبس من البرد. تبص تلاقي شدة البرودة الجنين بيموت جوه البيض، بالذات لو العصفورة قامت من على البيض ساعة كده ولا ساعتين تلاقي على طول البيض باظ. لكن ما بيكون في فصل الصيف الحمد لله بيكون الانتاج كويس جدا. ولكن بحافظ انا على البيض بالطرق اللي قلت لكم عليها ديت، ان انا بضلل على القفص كويس جدا. الحاجة التانية كمان باجي في فترة الظهيرة كده أو العصرية بجيب بخاخة المية وبرش عليهم رشتين تلاتة كده، أبص ألاقي العصفور على طول بينتعش معايا. بيحس كده بالانتعاش لما بتنزل عليه مية بالبخاخة. ويا زاد بقى لو حطيت في المية ديت مية ورد يعني بتنعشهم، بتبقى حاجة جميلة جدا بالنسبة له. طيب الحاجة كمان اللي بعملها اللي هو الاهتمام بالمية جدا، ان انا بحط المية تكون نظيفة وبغيرها مرتين في اليوم. اهم حاجة كمان بحط المية في الركن، ان لو الكوكتيل اتبرز بصوا كده حضراتكم هيتبرز دلوقتي. بصوا كده حضراتكم اول الله يعزكم الله، اول ما هيتبرز طبعا لازم يكون الطاجن مش تحتيه. فلازم يكون الطاجن بتاع الميه بالذات تكون مش حاطه تحت المجسم، مش تحت العصايه اللي بيقفوا عليها. لان العصايه ما بيقفوا عليها ده بيتبرزوا، فالبراز ده بينزل فين؟ هينزل في الميه فالميه تتلوث. لا فانا كده اعمل ايه؟ بحط الميه بعيد عن العصايه، بحطها في الركن زي ما حضراتكم شايفين كده. الطاجن الكبير ده طاجن الميه حطه في الركن بعيد عن العصايه. لكن لو الاكل لا عادي بالنسبه لهم مش مشكله، تمام. انما الميه بالذات لا، لان اكتر حاجه بتجيب لهم الامراض هو الميه الملوثه. يبقى طيب بالنسبه بقى للاكل البيليكم والفلارس طبعا بحط لهم الجرجير وبغسله كويس جدا مع كمان البيض المسلوق. وبحط لهم بقى كمان ايه بقى يعني وجبه جميله جدا بستخدمها بتوفر معايا في البيليكم والفلارس في الايام ديت اللي هي بقى ايه اللي هو الذره، كوز الذره. كوز الذره دوت بجيبه بقسمه نصين وبحط في كل قفص نص كده. بيحبوه جدا وهوري حضراتكم بكره الصبح ان شاء الله هصور وهوري حضراتكم عشان انا دلوقتي بصور المغربيه. فاوري حضراتكم طبعا الصبح ما بياكلوا الايه الذره، كوز الذره. الذره كان بيتباع في السوق الاسبوع دوت كانوا 3 ب 10، وكان في ناس بتبيعها كمان 4 ب 10. طبعا سعره كويس جدا ومناسب، فطبعا بيبقى كويس للعصافير ووجبه مغذيه جدا. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم، بشكركم جدا والسلام عليكم ورحمه الله.